رئيس مجنون بيقول لك هضاعف عليك العقوبات الاقتصاديه وهساعد اسرائيل في ضرب مفاعلاتك النوويه، بالبلدي كده بيقول لك هرجعك للمربع صفر، هرجعك للعصر الحجري، هخلي شعبك هو اللي ينقلب عليك. وبالتالي الاختيار قدام ايران كان واضح، اما انك تحتفظ بنسبه التخصيب اللي وصلت لها لحد ما ولايه ترامب تخلص ويجي من بعده رئيس جديد تقدر تتفاهم معاه، او انك تركب دماغك فيضطر يضرب لك مفاعلاتك النوويه كلها ويخسرك كل اللي وصلت له. فايران قالت لك لا، انا احتفظ بمخزون اليورانيوم اللي عندي واللي نسبه تخصيبه وصلت ل 60% لحد ما يجي رئيس اعقل من ترامب واقدر ان انا اتفاهم معاه او اتجاوزه بدون ما يأذيني. طيب ولبنان وحزب الله وحركه حماس وحرب غزه هتعملوا فيهم ايه يا ايران؟ انت كده استسلمت في ملف البرنامج النووي ايا كان المبرر بقى، سواء كان مبرر رفع العقوبات الاقتصاديه او مبرر الحفاظ على نسبه التخصيب اللي وصلت لها. في النهايه تصرفك ده اسمه استسلام. باقي الملفات بقى عملت فيها ايه؟ استسلمت فيها هي كمان ولا لسه مكمله؟ قالت لك ما هي دي بقى صفقه لبنان اللي بتحصل دلوقتي. هي ايه صفقه لبنان وايه هي بنودها؟ هقول لك. الراجل عاموس هوكستين مبعوث الرئيس الامريكي وصل لبنان من يومين وقابل نبيه بري رئيس مجلس النواب اللبناني. حضرتك تقول لي وقابل رئيس مجلس النواب ليه؟ ليه ما قابلش رئيس الوزراء اللبناني؟ اقول لك هو قابل كمان رئيس الوزراء، لكن قابل جنبه رئيس مجلس النواب نبيه بري، باعتبار ان هو ده الراجل اللي حزب الله فوضه لاتخاذ القرار. فاكر لما حكيت لك قبل كده ان حزب الله لما اسرائيل اغتالت قياداته وتقريبا كانت قاب قوسين او ادنى انها تصفي الحزب بالكامل، الحزب وقتها اختار نبيه بري علشان هو اللي يتفاوض باسمه. ساعتها قال له انت الاخ الاكبر واحنا هنمشي وراك واحنا ملناش غيرك وكل هذا الكلام. وبناء عليه مبعوث الرئيس الامريكي لما حب يكلم حزب الله كلم مين؟ كلم نبيه بري، وفعلا نزل له لبنان مخصوص وسلمه مسوده صفقه لبنان المكونه من 10 بنود. هستأذنك بقى تركز في كل بند وتفكر في السطور المخفيه ما بين كل بند والتاني علشان تعرف لبنان رايحه على فين، علشان تعرف ازاي حزب الله لبس لبنان كلها في الحيط. حزب الله ومن وراء ايران سلموا لبنان لاسرائيل تسليم اهالي. اتفرج على بنود الصفقه. اول بند في صفقه لبنان واللي المفروض على اساسها هيتم وقف اطلاق النار وانهاء الحرب هو السماح بحريه الحركه للجيش الاسرائيلي داخل لبنان. ده بسم الله الرحمن الرحيم كده، احنا لسه ما بدأناش بنود الصفقه اصلا، ده لسه اول بند. الجيش الاسرائيلي يدخل لبنان وقت ما هو عايز ويمشي فيها وقت ما هو عايز، والدبابات الاسرائيليه تنتشر في شوارعها وقت ما هو عايز. بالبلدي كده عشان لو حضرتك لسه ما فهمتش، البند ده معناه ان اسرائيل تحتل لبنان بموافقه لبنان. تمام كده يا فندم؟ تمام. تاني بند ان امريكا تلتزم رسميا بحمايه اسرائيل عسكريا ودعمها بالمال والسلاح في اي عمليه عسكريه تخوضها جوه لبنان. حضرتك تقول لي ازاي؟ هم مش المفروض هينهوا الحرب؟ عمليه عسكريه ايه اللي عايزين يعملوها تاني؟ المهم قال لك ان حزب الله ينسحب لما وراء نهر الليطاني ويتم استبداله في الجنوب بقوات الجيش اللبناني وقوات اليونيفيل اللي هي قوات حفظ السلام. وفي حاله تعرض اسرائيل لاي هجوم ولو صغير، في حاله مخالفه بنود الصفقه ولو بشكل ضمني، في حاله تراجع حزب الله عن الاتفاق ولو بشكل غير مباشر، في حاله استمرار تهريب السلاح لحزب الله ولو شويه بنادق ومسدسات، تعتبر الصفقه ملغيه ويحق للجيش الاسرائيلي اجتياح لبنان بمساعده عسكريه من الجيش الامريكي اللي هو كمان ملزم وفقا لبنود الصفقه انه يقدم كل الدعم العسكري للجيش الاسرائيلي جوه لبنان. عارف حضرتك ده معناه ايه؟ معناه ان اسرائيل لما تحب تضرب لبنان في اي وقت انت مش هتعرف تطلع تجري على امريكا علشان تشتكي لها. وده ليه؟ لان امريكا نفسها هتبقى بتضربك مع الجيش الاسرائيلي وفقا لبنود الصفقه. طيب البند الرابع قال لك الجهه الوحيده اللي مسموح لها تمتلك السلاح في لبنان كلها هي الجيش اللبناني وقوات اليونيفيل. طيب الكلام ده معناه ايه؟ معناه ان حزب الله حتى ولو انسحب لما وراء نهر الليطاني فهو مطالب بنزع السلاح. خلاص كده شكرا، يكتفي بالسياسه ومالوش دعوه بضرب النار. وده ليه؟ علشان اسرائيل تضمن امن مستوطنات الشمال وسكان المستوطنات يقدروا يرجعوا لبيوتهم مره ثانيه بدون اي خوف من صواريخ حزب الله. طيب البند الخامس قال لك لو حزب الله وافق على بنود الصفقه اسرائيل هتنهي الحرب لمده 60 يوم بس، شهرين يعني، لكن مع استمرار تواجد القوات الاسرائيليه داخل الاراضي اللبنانيه. يعني الجيش الاسرائيلي هيفضل موجود في لبنان لمده 60 يوم. لو حس فعلا ان حزب الله وايران ملتزمين بوقف اطلاق النار هيبدا ينسحب من لبنان، لكن لو في طلقه واحده اتضربت في الهواء الصفقه اتلغت واسرائيل هيبقى من حقها وفقا للاتفاق اللي بينها وبين امريكا انها تكمل اجتياحها لجنوب لبنان وفرض السيطره عليه بالقوه وصولا لنهر الليطاني، ومن بعدها طرد حزب الله بالقوه لما وراء النهر واجباره عسكريا على نزع السلاح وبقايا القوات الاسرائيليه في جنوب لبنان لضمان امن وسلامه مستوطنات الشمال، اللي هو خلاص كده شكرا جنوب لبنان راح. طيب البند السادس قال لك تخلي ايران وحزب الله عن حرب غزه. يعني ايه الكلام ده؟ يعني حزب الله زمان ايام حسن نصر الله كان بيشترط ان وقف اطلاق النار يكون على كل الجبهات. عايز نبطل ضرب في مستوطنات الشمال، انت كمان تبطل ضرب في قطاع غزه. بند من بنود صفقه لبنان بقى انه لا، مالكش دعوه بغزه، انت هتبطل ضرب في مستوطنات الشمال علشان انا ابطل ضرب فيك جوه لبنان. وهنا لو حضرتك مركز في تحركات الجيش الاسرائيلي هتقدر توصفها بمصطلح بسيط جدا الا وهو ان ايران العكسيه. بمعنى ايه؟ حركه حماس لما نفذت هجوم 7 اكتوبر نفذته فين؟ في مستوطنات غلاف غزه، يعني جوه الاراضي المحتله. طيب اسرائيل عملت ايه؟ نفذت هجوم مضاد قدرت من خلاله انها ترجع مقاتلين حماس لقلب قطاع غزه، وهوب
نفذت اجتياح غزه وهتك يا ضرب في مقاتلين حركه حماس جوه القطاع. كذلك حزب الله لما بدا يضرب في مستوطنات الشمال، اسرائيل عملت ايه؟ نقلت الحرب لجنوب لبنان وصفت قياداته، ودلوقتي بتجبر حزب الله انه يبطل ضرب في مستوطنات الشمال مقابل ان هي كمان تبطل ضرب في الحزب نفسه. نيران عكسيه، هتضربني بطلقه هضربك بصاروخ، هتضربني بصاروخ هتلاقيني فوق دماغك مكان ما انت موجود. وبناء عليه فكره انك تفاوضني على وقف اطلاق النار في قطاع غزه دي ما بقتش موجوده، انت هتفاوض بس على وقف اطلاق النار في لبنان نفسها. البند السابع قال لك فيه ان من حق الطرفين اللي هم اسرائيل ولبنان الدفاع عن نفسهم في حال منهم لاي اعتداء. وهنا ارجوك ركز في البند ده. امريكا بتقول لك ايه في بنود الصفقه؟ بتقول لك ان الطرفين اللي هم اسرائيل ولبنان، خد بالك قالت لبنان مش حزب الله، هي خلاص طلعت حزب الله من المعادله، الكلام دلوقتي على لبنان. قالت لك لو اسرائيل او لبنان اتعرضوا لاي اعتداء فمن حقهم انهم يدافعوا عن نفسهم. طيب اي اعتداء من مين يا ست الكل؟ سابتها مفتوحه، اي اعتداء. يعني لو اسرائيل اتعرضت لضرب نار مجهول محدش يعرف مين اللي ضرب، فمن حق اسرائيل الدفاع عن نفسها باحتلال مزيد من الاراضي اللبنانيه لتامين نفسها. يا عم ازاي انت كده بتدي الحق لاسرائيل رسميا في احتلال مزيد من الاراضي اللبنانيه بدون وجه حق؟ دي اسرائيل هي اللي ممكن تضرب نار على نفسها علشان تاخدها حجه وتستحوذ على اراضي لبنانيه جديده. هنا مبعوث الرئيس الامريكي رد وقال لك ايه؟ قال لك طيب ما احنا ادينا للبنان نفس الحق، لبنان هي كمان لو تعرضت لاي اعتداء من حقها تدافع عن نفسها. وهنا الفخ اللي بقول لحضرتك عليه، هو منح لبنان حق الدفاع عن نفسها لكن ما اداش نفس الحق لحزب الله. وده ليه؟ لانه عارف ان الجيش اللبناني لا يمتلك اي قوه عسكريه تمكنه من الدفاع عن نفسه، انما حزب الله عنده صواريخ ومسيرات وبنك اهداف وجهاز مخابرات، قدر يوصل بمسيراته لبيت نتنياهو يضربه، قدر يوصل بصواريخه لوزاره الدفاع الاسرائيليه ويضربها، قدر يوصل بصواريخه لجهاز الموساد ويضربه، قدر يوصل بصواريخه لحيفا ويضربها. فامريكا عارفه ان حزب الله يقدر يضرب نار ويوجع اسرائيل، وبناء عليه استبدلت حزب الله بلبنان. لبنان هي اللي من حقها تدافع عن نفسها، انما حزب الله مش من حقه. حضرتك شفت البند عامل ازاي؟ ده بند مفخخ، زارعين عبوه ناسفه جوه بنود الاتفاقيه. طيب البند الثامن قال لك هنعمل لجنه مراقبه تراقب تنفيذ بنود الصفقه او بنود الاتفاقيه علشان نضمن تنفيذها بالكامل. ولما لبنان سالت امريكا مين اعضاء اللجنه اللي هيشرفوا على تنفيذ الاتفاقيه، قالت لها دول حلف الناتو. وده فخ جديد، لانك علشان تكون لجنه مكونه من مجموعه دول كل دوله فيهم هتحتاج انها تبعت قوات مدعومه بعناصر مخابرات لبنان علشان تراقب تنفيذ بنود الاتفاقيه. وده معناه ايه؟ معناه ان حلف الناتو دخل لبنان تحت غطاء وهمي الا وهو الاشراف على تنفيذ بنود الاتفاقيه. خلاص كده شكرا، لبنان بقت مستباحه من قوات حلف الناتو اللي هي اصلا بتدعم اسرائيل. يعني بدل ما الجيش الاسرائيلي كان هو لوحده اللي بيحتل جنوب لبنان، دلوقتي هيبقى الجيش الاسرائيلي ومعاه قوات حلف الناتو. طيب البند التاسع قال لك احنا محتاجين نسيطر على مطار بيروت ومرفأ بيروت. ليه يا فندم خير؟ قال لك لاننا وصلتنا معلومات بتاكد ان حزب الله بيستخدم الموانئ اللبنانيه سواء كانت موانئ بحريه او جويه في تهريب السلاح، فلازم احنا اللي نسيطر على الموانئ اللبنانيه علشان نقدر نمنع تهريب السلاح وبالتالي نضمن التزام لبنان بتنفيذ بنود الاتفاقيه. وهنا يجي البند العاشر والاخير الا وهو ضروره موافقه الجيش الاسرائيلي على بنود صفقه لبنان. ايه ده؟ يعني كل البنود دي اسرائيل لسه ما وافقتش عليها؟ فرد المبعوث الامريكي وقال لهم لا، لو وافقتوا على بنود الصفقه هطلع من هنا على اسرائيل اعرض موافقتكم على الحكومه الاسرائيليه واعرض عليهم بنود الاتفاقيه واحاول اقنعهم بالموافقه عليه. قولوا المصحف انت كمان هتحاول تقنع اسرائيل بالصفقه اللي احنا اصلا مش موافقين عليها؟ قد انت انسان طيب وجميل، ده انت ملاك. طب يا باشا انا راضي ذمتك لما اسلمك جنوب لبنان واسلمك مطار بيروت واسلمك مرفأ بيروت واسمح للطيران الاسرائيلي باختراق المجال الجوي واسمح للدبابات الاسرائيليه بالانتشار في شوارع لبنان واسمح لقوات حلف الناتو بالتمركز في لبنان واسمح للقوات الاسرائيليه بالسيطره على نهر الليطاني، لا واستنى كمان ان اسرائيل تفكر وتوافق على كل الهبل اللي حضرتك كاتبه في بنود الاتفاقيه دي. طب ما اكتب لكم لبنان بيع وشراء، يا دي تبقى بلد يا جماعه، ده احتلال رسمي. لبنان كده تبقى اتباعت. انت مكسوف تقول لي انك عايز تحتل لبنان؟ يا باشا قول لي انك عايز تحتل لبنان. وهنا نبيه بري رئيس مجلس النواب اللبناني اللي المفروض بيتفاوض باسم حزب الله رد على المبعوث الامريكي وقال له لا احنا موافقين على بعض البنود لكن رافضين الباقي. طيب ايه البنود اللي حضرتك رافضها؟ قال له اولا احنا مش موافقين على حريه حركه الجيش الاسرائيلي جوه لبنان، لا دبابات ولا طيارات ولا حاجه من الحاجات دي، مش هنسمح بالكلام ده اصلا. تاني حاجه احنا مش هنسمح بدخول قوات حلف الناتو للاراضي اللبنانيه، انت كبيرك تدخل قوات امريكيه وفرنسيه فقط لا غير، امريكيه علشان تضمنك وفرنسيه علشان تضمننا، وده لاننا بنثق شويه في الحكومه الفرنسيه فهتكون هي الوسيط او الضامن اللي بيننا وبينكم. انما بقى تجيب لي اصحابك من حلف الناتو وتيجي تعمل عليا حفله هنا في لبنان، مفيش الكلام ده. تالت حاجه رافضينها موضوع الانسحاب الاسرائيلي اللي هيتاجل 60 يوم، هم 7 ايام بالكتير يكون الجيش الاسرائيلي خرج من لبنان. رابع حاجه ودي الاهم علشان بس اجيب لك من الاخر، انا مش هقدر اعمل لك حاجه اكتر من بنود قرار 1701. اللي هو ايه قرار 1701 ده؟ القرار ده اصدرته الامم المتحده بعد حرب 2006 اللي اندلعت بين حزب الله واسرائيل، وبينص على الانسحاب الكامل
استسلام للجيش الاسرائيلي من لبنان مقابل وقف وتجميد العمليات العسكريه لحزب الله. يعني اسرائيل تنسحب مقابل ان حزب الله ما يضربش نار. وبعد تنفيذ البند ده يتحرك الجيش اللبناني مع قوات حفظ السلام علشان هم اللي ينتشروا ويتمركزوا في جنوب لبنان. امال حزب الله هيروح فين؟ يطلع ناحيه الشمال، شمال نهر الليطاني، يعني ما يبقالوش اي وجود في جنوب لبنان. حضرتك تقول لي بس كده؟ اقول لك طبعا لا. اهم بند في القرار 1701 هو نزع سلاح حزب الله. مين اللي هينزع منه السلاح؟ قال لك الجيش اللبناني. طب ولو حزب الله رفض؟ قال لك الجيش اللبناني يدخل حرب كامله ضد حزب الله لحد ما ينزع منه السلاح. طب ولو الجيش اللبناني خسر الحرب قدام حزب الله، وده غالبا اللي هيحصل، قال لك الجيش الاسرائيلي يرجع ينتشر في جنوب لبنان مره ثانيه علشان هو اللي يحارب حزب الله. حضرتك هنا تقول لي طب ما احنا كده هنرجع للمربع صفر. اقول لك الله ينور عليك. ما هو القرار 1701 ده من بين القرارات المسمومه اللي اتفرضت على لبنان، خصوصا وان من بين بنوده هو الخط الازرق اللي بيقص 13 قريه من قرى لبنان وبيضمها للحدود الاسرائيليه. اهو القرار ده اللي ما كانش ولا زال مش عاجب لبنان هو نفس القرار اللي لبنان بتطالب بتنفيذه النهارده علشان بس تهرب من تنفيذ صفقه لبنان اللي هتسلم البلد كلها لاسرائيل وحلف الناتو. سيد المواطن، انت مدرك لبنان راحت فين؟ لبنان راحت ومش عارفه ترجع. كل ده بسبب مين؟ بسبب مين؟ انت مكسوف تقول بسبب مين؟ طب انا هسيبك انت لضميرك، جاوب بينك وبين نفسك مين اللي وصل لبنان للي هي فيه النهارده.